الماتش ده اعتقد محتاج كازيميرو مره تانية جنب برونو فرنانديز. هيكون مهم جدا وجود كاسيميرو، امد ديالو ويلعب دييجو دالو لو هو جاهز. قدام هيكون في برضه تاني شيشكو. عامه هو ممكن يلعب ماونت على اساس ان هو بيلعب على ارضه، واحط لهم فيرود زي شيشكو، خاصه بعد ما احرز هدف بعد ما اضاع برونو فرنانديز ضربه الجزاء بطريقه غريبه جدا. ويمكن يعني الضغط النفسي كله محطوط على كابتن الفريق وعلى اللعيبه بشكل عام واموريم. وبصراحه صعبان عليا الاداء، يعني شكله كويس لكن ما زال مفيش نتائج، ودي مهمه جدا جدا بالنسبه لاي مدير فني محطوط تحت ضغط كبير. صرف اموال كتيره، صحيح ما جابش في الدفاعات وانا انتقدت الموضوع ده، لكن هو اعتقد عوده يورو، وجود ماجواير، استمراره مع الفرقه، وجود دي ليخت اللعيب اللي بيأدي كويس جدا، حتى لوك شو. لكن انا شايف ان المشكله في المنظومه اكتر منها من اللعيبه. بثلاثه اندفاعيه قوي لقدام وبتسيب مساحات كتيره جدا، خاصه ان برونو فرنانديز راجل مش مدافع ابدا وبيلعب جنب كاسيميرو، وبيبقى كاسيميرو او حتى لو كان اوجارتي الاثنين بيبقوا لوحدهم في نص الملعب قدام الثلاثه، وده بيعمل شويه هشاشه في الدفاع زي ما اتكلمنا قبل كده. الاجواء السلبيه اللي بتحيط باموريم وناس كتير بتتكلم على اقاله، يبتدوا يفكروا في رود فان نيستلروي او غيره، اسماء زي زين الدين زيدان. عامه انا استبعد ان الاداره ممكن تعمل اي خطوه من دي دلوقتي. اموريم صرف، اموريم هو اللي عامل البري سيزون، واعتقد ان هم هيسيبوه شويه كمان عشان يثبت نفسه وان هو يكمل على الاداء المفروض مطلوب منه، نتائج مش اداء بس. براين امبويمو، وانا اعتقد ان هو في المباراه دي ممكن يحرز اهداف. كونيا كان المباراه اللي فاتت راجع من الاصابه، ما اداش بنفس النسبه المطلوبه منه. اعتقد ان المباراه بالنسبه لليونايتد فرصه ان هم يلعبوا مع فرقه يعني من فرق تعتبر من فرق الوسط، حصان اسود لكن لسه بدري على الكلام ده، في الاسبوع السابع وعندها 11 نقطه واحسن في الترتيب بالنسبه لمان يونايتد. لكن فرصه ان هم يكسبوا فرقه تديهم دفعه زي موضوع مباراه تشيلسي اللي كان ليه ظروف خاصه طبعا.